السلام عليكم. اوروبيين كيتعلموا اللغات ولكن حبا في اللغه، ماشي لانهم مجبورين باش انهم يتعلموا الفرنسيه ولا الانجليزيه ولا العربيه، لان الدول ديالهم مصنعه. على العكس ديالي انا وياك، خاصنا نتعلموا اللغات حيت حنا مجبرين على قبل المستقبل ديالنا، ماشي حيت باغيين نتعلموا. لذلك اذا كنت باغي واحد المستقبل اللي هو مشرق، قرا اللغات كيف ما كانت، وبالضبط الانجلي والصينيه الالمانيه الفرنسي، المهم دوك الدول اللي حاكمين العالم. ولكن الفرنسيه بالضبط فيها واحد السؤال مهم، وهو علاش هي واحد اللغه اللي معقده الشعب المغربي. شوف، انت ما كتمشيش للمدرسه حيتاش كنتي باغي، وانما لقيتي راسك اصلا في المدرسه. ولكن الطريقه باش كانوا كيعلموك اللغه الفرنسيه كانت غلط. كانوا كيعطيوك واحد الديالوج ومن بعد كيقولوا لك حفظوا وعرضوا فاش ترجع، ومره كيعلموك كيفاش تكتب الحروف وداكشي. ولكن الاغلبيه ديال داكشي اللي قرينا راه قواعد، وبلا ما ندويلك على واحد النوع ديال الاساتذه اللي كانوا كيقريونا، ماشي كلهم بطبيعه الحال، ولكن راه العوامل والمحيط كيأثروا على التعلم ديالك. اي لغه في هذا العالم مهمه وضروريه، ولا تعلمتيها غادي تفتح لك فرص وافاق جديده. وكان واحد المقوله كتقول لك باللي الا تعلمتي اللغه ديال شي ناس ما غاديش تخاف من المكر ديالهم. ولكن راه المشكل ماشي في اللغه وماشي فيك حتى انت، لان المشكل هو في الطريقه اللي حنا كنتعلموا بها اللغه. الطريقه راه غلطه. كنتي يا اما تحفظ يا اما تاكل العصا، وانت ما عارفش اصلا اش كتقرا من غير داكشي اللي كيشرحوا لك بالعربيه، بحال داك الارنب والسلحفاه. اما الا طلعت السبعه راه خلاص داكشي واحد المساله اخرى. المهم داكشي راه معقد باش نشرحه لك في واحد الفيديو. اهم حاجه الا بغيتي انك تتعلم اللغه هي انك تركز على 4 ديال المهارات. اولا هي الاستماع، وهذا راه ما كاينش في المدرسه، حيتاش خاصك تبدا من المستوى ديالك عاد باش تهضر، عاد التحدث، وهذه حتى هي راه ما كايناش في المدرسه، حيتاش خاصك غير تحفظ وتعرض وماشي تهضر بواحد الطريقه ايجابيه اللي غتخليك تتعلم اللغه في المستقبل. والمهاره الثالثه وهي القراءه، وهذه كاينه في المدرسه. المهاره الاخيره هي الكتابه، وهذه حتى هي كاينه في المدرسه. ولا المشكل ان المهارات المهمين ما كيركزوش عليهم في المدرسه، داكشي علاش خاصك انت اللي تركز عليهم. ولكن صراحه هادشي ما كافيش باش انك تتعلم اللغه الا عرفتي غير هاد المهارات اللي قلت لك، حيتاش كيبقى الدافع والتنظيم والاداره شي حوايج مهمين. ولا بغيتي تعرف علاش انا كنتقد المدرسه، رجع للفيديو اللي قبل من هذا وغادي تعرف. وهنا غادي نكونوا سالين الفيديو ديالنا. الا عندك شي انتقاد ولا شي حاجه كما كانت تكتبها في كومونتير، نتلاقاو في الفيديو الجاي.